فإذا جاء الخوف يعني وصلت المعركة احتدت صار بهم، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فالصورة عجيبة، من يشوفون السيف وصارت دماية، ناس قاموا تدق بناس، واحدهم ينخلص مثل الميت وعيونه بس تتباوع على النبي الحقني المخدة، بس يشوفون المعركة ينخلصون. زين، إذا انتهت المعركة شو يسوون؟ هم ما اشتركوا بالمعركة الحمد لله، انتهت المعركة. فإذا ذهب الخوف سووا مولانا سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، بس تنتهي المعركة استلموكم تسقيط بربك بدينك. ما صارت هاي الحشد الشعبي؟ أبناء الماجدات والعلمانيين تربية الملاهي وتربية كذا، لما صارت الحرب سووا قعدوا يم نسوانهم وظلوا شو يسوون؟ مخلوسين يشربون نرجيلات بالقهاوي. بس من انتهت المعركة طلعوا كل واحد لسانه منا واللي غاد، وقاموا يسقطون بالحشيد وبالمجاهدين وبالفتوى وبالعلماء وبالدين وبالإسلام، ليل نهار يصيحون. بوي ترى الحرب راح ترجع من جديد. وشوف الزلم شو تخلف، من الصير صديق يشردون يلبدون، بس من تنتهي المعركة لا يطلعون يحشون، كل واحد يطلع لسانه كبر عليه. سبحان الله، القوم أبناء القوم، نفس النظام نفسه، قبل موجودين هسه موجودين بعدين موجودين، كل الأجيال هم ذولي موجودين توافه. ذولي راح نعدد شنو صفاتهم حتى ننهي بها البحث. أولئك لم يؤمنوا، أصلا مو مؤمنين، فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. مو مؤمنين وقام يحشون على المؤمنين.